السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، هنعمل أكلة اقتصادية كده حلوة وموفرة وسريعة جدا، ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود ولا فلوس. يعني شوفوا كام حاجة. طبعا شايفين، طبعا انا عملت أجنحة وبطاطس ورز. زي ما انتم ما شايفين كده، بصراحة كانت بسم الله ما شاء الله، وكفت قد كده، وما شاء الله كانت كتيرة ومبروكة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا بصل، هنقطعه شرايح مدورة كده زي ما انتم ما شايفين، تكون رفيعة كده زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. وهنا كنا مقطعين بطاطس، وكانت عندي جزراية واحدة بس. يا ريت تجربوها، الوصفة دي هتعجبكم قوي. وبالذات لما تحطوا جزراية كده هتدي طعم مختلف جدا في البطاطس. وهنا كان معايا قرن فلفل حراق، حطيت منه حتة صغيرة قوي كده. طبعا اللي بيحب السبايسي يكتر، واللي ما بيحبش السبايسي ما يكترش. هنا حطينا واحدة مرقة دجاج، وهنحط بقى شوية فلفل اسود، وشوية بهارات فراخ. تمام، وشوية ملح. وهنمسك البصل ديت هندعكها كويس قوي كده، عشان خاطر نفرطها من بعضها. طبعا لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول وتحطي لي اللايك القمر بتاعك ده، وتدعي لي دعوة حلوة من قلبكم. طبعا أكلة موفرة جدا، ومش هتكلفك فلوس ولا مجهود، زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا هننزل بقى بالبطاطس والجزرايه بتاعتنا ديت. طبعا الأجنحة ديت يا جماعة كنت غسلاها ونقعاها في محلول ملح وليمون ودقيق. بصوا، هنقلب البصل والجزر. طبعا الجزر عندي كان قليل جدا، لاني انا كان عندي جزرايه واحده بس. بصوا بقى، هنا كده بنبعد البطاطس والجزر عشان خاطر اتبل الاجنحه دي من البصل. تمام. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده. اللي ما اشتركتش في القناه تخش تشترك وتدوس على كلمه الكل عشان يوصل لها كل جديد. وعايزه لايك حلو كده قمر زيك، ودعوه حلوه كده من قلبك. بصوا، هنتبل الاجنحه كده وبعدين نركنها على جنب، زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. طبعا انا ما حطيت لهاش ولا سمنه ولا زيت، لان هي بتنزل. بصوا الاجنحه بسم الله ما شاء الله كبيره، ومغسوله كويس جدا ومتنضفه جامد قوي. بصوا، طبعا هنرصها كده في الصينيه. الصينيه مش ضيقه ولا حاجه، هي مظبوطه جدا يعني. تمام. وهنكون بقى معانا طماطم مضروبه في الخلاط. بصوا، انا ما حطيتش ولا ملح ولا اي حاجه على الطماطم، لان هي وهي بتغلي كله هيتشرب من بعضه. تمام كده. هنحطها على البوتاجاز تاخد غلوتين كده زي ما انتم ما شايفين، وبعد كده هنحطها في الفرن. هنا بقى معانا حله، هننزل بقى بحته سمنه بلدي كده وشويه زيت. بصوا، انا فتحت العلبة التانية بتاعت السمنة، عشان خاطر الحتة اللي انا حطيتها دي كانت اخر حاجة من ناحية المرطة كده. وحطينا شوية زيت، وهنشوح الرز في السمنة والزيت كويس بالملح، زي ما انتم ما شايفين كده. لما بتقلبوا الرز شوية على النار بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى مفلفل، وخاصة لما بتحطي مع السمنة معلقة زيت. تمام. بصوا، بعد ما هنقلبه كده كويس هياخد تشويحة كويسة كده، هننزل بقى بالمية بتاعة الرز من الحنفية. انا مش غالية مية ولا حاجة يا جماعة، على فكرة عشان تبقوا عارفين، دي مية من الحنفية. تمام كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسينيش بقى في لايك قمر زيك. بصوا بقى، طبعا هنقلب الرز كويس. بصوا، دي اللي انا هوريهولكوا دوت، دي بواقي المرطة، عشان ما تفكروش حاجة يا جماعة. دي وانا بطلع حتة السمنة من قعرية البطرمان. بصوا، دي المرطة عشان تبقوا عارفين، انا بشاور لكم عليها هي. تمام. بصوا، هنا بقى الرز بتاعنا كان يتشرب، هنوطي عليه. وهنرجع بقى لصينية البطاطس القمر بتاعتنا اللي احنا عملناها. موفرة جدا بصراحة، وطعمها كان فوق الروعة. بصوا، هنا بقى دخلناها الفرن، وسايبينها بقى ايه مع نفسها كده في الفرن. طبعا قعدت حوالي ساعة الا ربع، وده كان الشكل النهائي بتاعها.
ويا رب وصفة النهاردة تعجبكم، وما تنسونيش في لايك قمر زيكم كده، واللي ما اشتركتش في القناة تخش تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. ويا ريت تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، وما تنسونيش بقى في لايك كده عشان خاطر اللايك هو اللي بيعلي الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.